هنتكلم النهارده عن مرض اول ما بتسمع اسمه قلبك بينقبض، مرض اللي اصاب 20 مليون شخص في 2022 بس. هنتكلم النهارده عن مرض السرطان وازاي بيتكون وايه اعراضه وازاي نخلي بالنا. بدايه، كل عضو من اعضاء جسمنا بيتكون من مجموعه متخصصه من الخلايا بتساعده في ان هو يؤدي الوظيفه بتاعته. الخلايا دي بيكون فيها مكونات كتير ومن ضمنها الحمض النووي او الماده الوراثيه. اول ما بيحصل مشكله او خلل في الماده الوراثيه دي فتظهر خلايا سرطانيه، خلايا مش طبيعيه. الاعراض اللي ممكن تظهر ونحاول نخلي بالنا من التغير المفاجئ في الوزن. نحاول نفحص جسمنا باستمرار لو لا قدر الله لقينا كتل او سمك محسوس تحت الجلد. كمان من ضمن الاعراض الام مستمره في المفاصل والعضلات وافرازات مش طبيعيه او نزيف. ونخلي بالنا من تغير لون الجلد سواء احمرار او انتفاخ او تحوله للون الداكن. كمان عاوزين نعرف مبدئيا ازاي نفرق ما بين الورم الحميد والورم الخبيث. الورم الحميد بيكون كتله واحده والشكل الخارجي بيكون دائري او بيضاوي وملهوش اعراض وبطيء في النمو. الورم السرطاني بيكون كتل متفرعه وشكلها مختلف ومش منتظم، بيكون ليها اعراض وسريعه النمو.